لعبة ووكونج نازلة بقالها كام يوم، واللعبة جامدة الصراحة. وشخصية ووكونج وقصته فكرتني بشخص كده. أيوة، هو كريتوس. وده خلاني أفكر مين اللي هيكسب لو الاتنين حصل ما بينهم معركة. لكن قبل ما نبدأ لازم نعرف قصة كل واحد فيهم ونشأته كانت عاملة ازاي، علشان نعرف ايه هي الحاجات المختلفة بينهم. عشان كده خلونا نبدأ بقصة المعروف الذي لا يعرف، كريتوس. كريتوس كان طفل من أطفال سبارتا، هو وأخوه. وكان حلم كل طفل في الوقت ده انه ينضم للجيش. لكن بينزل أريس وأثينا الأرض، واللي بيكون بعتهم زوس، علشان كان في عرافة قالت له إن في طفل هيقضي على الآلهة كلها وعلى جبال الأوليمب، والطفل ده عليه علامة. واللي بينزلوا فعلا وبيحاولوا يلاقوه، طبعا بيفكروا إن الطفل ده هو ديموس أخو كريتوس. وطبعا وهما بيحاولوا ياخدوه، كريتوس حاول ينقذ أخوه، لكن أريس ضربه على عينه وما كانش يعرف إن هي دي العلامة المقصودة. وطبعا بياخدوا اخو كريتوس وبيمشي، وكريتوس بيتوعد انه هيلاقي اخوه، تخليدا لذكراه بيعمل تاتو بنفس العلامة اللي كانت عند ديموس. بعدها كريتوس بيكون قائد الجيش وبيتجوز ويخلف بنت. لكن في مرة كان في حرب ضد الملك البربري، وكان الملك على وشك ان هو هيقتل كريتوس، لكن كريتوس بيطلب المساعدة من أريس مقابل روحه، وأريس فعلا بيوافق علشان يديله السلاح الأيقوني بليدز اوف كايوس. ومن هنا بتبتدي القصة اللي كلنا عارفينها لحد آخر حاجة، بس أنا مش عاوز أطول عليكم علشان الفيديو ما بقاش طويل. على الجانب التاني بقى عندنا قصة ووكانج، وقصته قريبة من قصة كريتوس، بس القصة اللي أنا هحكيها دي معتمدة على قصته في اللعبة، وملهاش دعوة بقصته الموجودة في الأساطير الصينية. بتبدأ القصة بوكانج وهو رايح المحكمة السماوية، وهنعرف هو رايح ليه قدام. وبيروح ووكانج للمحكمة السماوية وبيقابل فيها زعماء الآلهة الصينية، وبيبدأ يتحداهم، وبنعرف إن الآلهة بدأت تقتل في عشيرته من القرود، وهو جاي ينتقم منهم على اللي هم عملوه ده. ووسط كل ده بيظهر امبراطور الياشم، وده بيكون زعيم الآلهة في الأساطير الصينية، حاجة عاملة كده شبه زوس في الأساطير اليونانية. المهم امبراطور الياشم بيقول له انه هيتحداه في قتال، وانه لو خسر هيدمر الجبل بتاعه اللي هو عايش عليه، وانه لو كسب هيدمر الجبل برضه. انت عيل بيضان. والله بضان. طبعا ووكانج مش بيعجبه الكلام ده، وبيبدأوا القتال، وبعد قتال طويل امبراطور الياشم بيقدر يقتل ووكانج. وبعد زمن طويل بيتم اختيار قرد جديد علشان يجمع الحواس الستة بتوع ووكانج. وبكده نكون عرفنا قصة الاتنين. لكن ايه اللي هيحصل لو حصل مواجهة ما بين كريتوس ووكانج؟ الموضوع ده هيكون معتمد على انهي نسخة ووكانج هيواجهها من كريتوس. فلو مثلا ووكانج واجه النسخة الكبيرة من كريتوس، ممكن يتضايق منه في الأول لأنه مستفز، لكن بعد كده ممكن يبقوا أصحاب لما كريتوس يعرف إن نواياه مش وحشة. لكن هيحصل ايه لو ووكانج قاتل النسخة الصغيرة من كريتوس؟ علشان نعرف هنقسمها ل3 جولات، وهما الأسلحة، القدرات، والمظهر. نبتدي بأول حاجة واللي هي الأسلحة. طبعا كريتوس عنده أسلحة كتيرة جدا، لكن أشهرهم سيف زوس والبليدز اوف كيوس، واللي قدر يهزم بيهم عمالقة ووحوش كتير جدا. لكن ووكانج ما عندوش غير العصاية بتاعته، واللي بيقدر يخفيها ويظهرها، كمان بيقدر يتحكم فيها عن بعد. فأظن من ناحية الأسلحة كريتوس يكسب الصراحة. فكده النتيجة 1-0 لكريتوس. نروح للجولة التانية واللي هي القدرات. طبعا كريتوس عنده قدرات كتير، واللي قدر ياخدها من الآلهة زي زوس وبوسايدن وغيرهم من الآلهة اليونانية. ده غير ان هو ذات نفسه إله الحرب، يعني عنده قدرات إله الحرب كلها. اما ووكانج فهو برضو قوي جدا، لان عنده قدرة بتخليه يتحول ل72 حيوان، ده غير انه يقدر ينسخ نفسه كذا نسخة وبيكون عندهم نفس قوته. ده غير ان عنده كمان قوة الخلود زي كريتوس، وبيقدر يستعمل قوة الوحوش اللي بيهزمهم. والصراحة قوتهم هما الاتنين ممكن تكون قريبة من بعض، علشان كده النقطة هتروح للاتنين في الجولة دي. وننتقل للجولة التالتة والأخيرة واللي هي المظهر، ونبتدي بكريتوس. طبعا مفيش كلام كتير يتقال عنه، هو كريتوس شكله لوحده بيدي فخامة كده وليه هيبة، فالصراحة شكله ياخد 10/10. ده رأيي، لو عندك رأي تاني ممكن تسيبه في الكومنتات. اما ووكانج هو كمان شكله جامد، وتحسه اخد الطابع بتاع محاربين الساموراي، وانا الصراحة بحب الستايل ده، وعشان كده هديله 8/10. واظن اني مش محتاج اقول مين اللي كسبان، طبعا كريتوس. بس مش معنى كده انه كان ضعيف، بل بالعكس هو قوي جدا، لكن كريتوس عنده خبرة اكبر في الحروب والمعارك، ده غير انه قدر يهزم آلهة الاولمب كلهم لوحده، علشان كده كان يستحق انه يكسب المعركة دي.
وبعدين برضو ده رأيي الشخصي، لو عندكم رأي تاني ممكن تقولهولي في الكومنتات. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي وسلام.